النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من أجمل الوصفات اللي اتقال عليها ترند الرمان. هي فعلا تستحق الترند. يلا ارفعولي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. أول حاجة هنبتدي بيها تجهيز الرمان والكمية طبعا اللي انت محتاجاها. غسلت كمية الرمان كلها وجبت البولة والسكينة وبدأت كده أقسم الرمان، وبظهر السكينة أدي كده خبطة 2 3 لحد كده ما تنزل كل الفصوص في قلب البولة. عايزة نقولك دي الطريقة الأسهل بالنسبة لتفصيص الرمان. ناس كتير بتخترع كده حاجات، لكن يعني الطريقة دي هي اللي هتخليكي ممكن تخلصي أكبر كمية من الرمان. بدأت كده يعني أشيل كده القلب بتاع الرمان اللي بينزل ده. لازم كده وانتوا بتفصصوا الرمان تشيلوه، لأنه بيكون مر جدا. يعني انتوا بتلاقوا كده فيه لدغة وتلاقوه فيه مرارة هتبان طبعا مع الأكل، فانتوا لازم تشيلوا الأبيض اللي بينزل من الرمان، اللي هو القلب اللي جوه. حتى لو يعني قطع صغيرة لازم برضو تشيلوها. خلصت بقى كده الكمية كلها، وبدأت كده أنزل بالسكر بتاعي. طبعا السكر بيكون على حسب الرغبة. بعد كده ما حطيت كمية السكر، نزلت كده بعصرة من الليمونة، ونزلت بقى بالترند بتاعنا النهاردة وهو العناب أو الكركديه. وهنقلب بقى كده الميكس بتاع السكر مع الليمون مع العناب. عايزة نقولك حاجة كده أنا سميتها حاجة مزازة ولذاذة. انتوا عارفين طعم المزز، وكمان في نفس الوقت طعم مسكر. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. فعلا والله يا جماعة هي تستحق اللقب الترند، على الرغم ان انا مش بحب الترندات ومش بحب اجربها، بس والله من اجمل المرات اللي انا عملت فيها الرمان. وعايزة نقولك ممكن كمان تضربيه في الخلاط وهتشربي احلى عصير. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الطريقة بتاعتي وتكتبولي في الكومنتات. يلا بقى كده لايك، ويلا اشتراك، واهم حاجة دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.